ليلة كروية مثيرة. الأهلي والزمالك يتأهلان إلى نهائي السوبر المصري في مشهد ينتظره الجميع. في نصف النهائي الأول، الأهلي حقق فوزاً صعباً على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف واحد. تقدم الأهلي مبكراً عن طريق محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو، لكن سيراميكا أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بأقدام مروان عثمان. وفي الشوط الثاني حسم الأهلي اللقاء برأسية قوية من نيك جراديسار في الدقيقة 52 بعد عرضية متقنة من أشرف بن شرقي. أما الزمالك فواصل انتفاضته وتفوق على بيراميدز بركلات الترجيح بعد مباراة مشتعلة حتى اللحظة الأخيرة ليحجز مقعده في النهائي الكبير. والموعد يوم 9 من نوفمبر، الأهلي ضد الزمالك، قمة السوبر التي تحبس الأنفاس ولا تعترف بالتوقعات. من سيرفع الكأس هذه المرة؟ الأحمر أم الأبيض؟